السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحده الوصفه بنينه 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 على الاخر. كي تجربوها ما تنسوش تكتبوا لي تحت اذا عجبتكم. وصفه صيفيه بامتياز. كما نعرفوا السخانه شوي يعني نقلقوا من جو الكوزينه وما نحبوش نطيبوا، لكن نشجعوا وتشجعي. هذه الوصفة بالأخص أكيد راح تعجبك وراح تعجب أطفالك وراح تعتمدها عندك. فقط تابع معي الفيديو للأخير وفرجة ممتعة. راح نبدو الآن على بركة الله. عندي هنا صدر دجاج بعد ما كنت نقيته ونظفته مليح وقطعتها طريفات بهذه الطريقة وخليته يستكتر، يعني نحيت منه كامل هذاك الماء. القطع اللي قطعتها هنا ما تكونش كبيرة وما تكونش صغيرة، تكون متوسطة الحجم كما راكم تشوفوا فيها. أكيد راهي موضحة أكثر. عندي هني كمية من التوابل، شوفوا كامل التوابل هذه راهي ملعقة صغيرة، ما تكونش بومبي، ملعقة صغيرة تكون ممسوحة عادي، توابل كامل ملعقة صغيرة، بخلاف الفلفل الأسود اللي هو نصف ملعقة، وعندي رشة من القرفة يعني على رأس المغرفة الصغيرة قرفة كما تشوفوا فيها. راح نبدو هنايا بالتوابل. عندي راس الحانوت، عندي توابل الدجاج، وعندي الكزبر، وعندي الزنجبيل، وعندي الكركم، وعندي الفلفل الأحمر المطحون أو المعروف بالزيانة أو العكري، وعندي ملعقة صغيرة من الملح. يعني كامل هذيك التوابل راهي ملعقة صغيرة كما قلت لكم، ما تكونش بومبي. وعندي الفلفل الأسود اللي نصف ملعقة، وعلى راس المغرفة قرفة. راح نحطهم كامل في الصحن اللي فيه الدجاج، وراح نضيف له كذلك ملعقة من الزيت. الملعقة من الزيت راح نضيفها له، ونضيف له نصف ملعقة كبيرة من الهريسة. قادرة ديري ملعقة كنصف ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة، إذا ما حبيتيش ما ديريش. وهني عندي كما قلت لكم ملعقة من الزيت. راح ندمج كامل هذه التوابل في الدجاج وندخلها كامل في بعضها. بالنسبه للطماطم المصبره كما قلت لكم قادرين تستغنوا عن الهريسه وديروا في بلاصتها ملعقه، نصف ملعقه او اقل شويه من الطماطم المصبره. عندي على راس المغرفه من خردل. اذا ما كانش متوفر عندك الخردل قادره ديري ملعقه من زيت، من عفوا من القارص، عصير القارص، او ملعقه من الخل. اذا كان مش متوفر القارص كذلك قادره ديري ملعقه خل. وهذا اللي نتحصل عليه. راح نروح تو للحاجه الثانيه. عندي هني مقلة فيها الزيت، فيها مغرفين زيت. عندي حبة متوسطة من البصل وثلاث فصوص من الثوم. البصل كما راكم تشوفوا فيه ما قطعتهش يعني قطعت تقطيع عادي، راح الكل يذبل مع بعضه. وعندي هني ثلاثة فصوص من الثوم، راح نقليهم مليح مع بعضهم حتى نحس هذاك البصل ذبل معاك. شوفوا نقلي هذاك البصل كامل هكا بهذه الطريقة. بعد ما يذبال معانا البصل، ويعني ما يذبالش هكا الذبله الكبيره، يذبال فقط شويه، راح نضيف عليه كميه هذيك الدجاج اللي خدمناها مع بعضنا، نحطها عليه. بالنسبه للنار تكون النار تاعه متوسطه، ونشد نقليه كامل مع بعضه. يعني ما تخافوش، قلوا فيه فقط مع بعضه مليح حتى تحسي هذاك الدجاج معاك طاب. شوفوا انا خليتها على نار متوسطه وبقيت نقلب بهذه الطريقه حتى نطاب هذاك الدجاج. الدجاج ماهوش طريفته كبار، طريفته صغار، فم فم يطيب. وكما نعرف الدجاج لو فم فم يطيب. اذا خفتي انت عشرة وما يطيبش، يعني بعد ما تقليه مليح نقصي عليه النار واحدة 3 دقائق وغطيه، راح تلقيه طاب. شوفوا راح نقلي فيه بهذه الطريقة. كما قلت لكم انت اذا خفتي ما يطيب لكش او
او حسيتي فيه هكا ولا هكا، نقصي عليه النار، ما فيها باس، نقصي عليها النار واحدة 3 دقائق هكاك وغطي عليه. شوفوا الشكل تاعه جاي شهي، والله جاي روعة روعة. جربوه اكيد راح يعجبكم ويعجب ولادكم. بالنسبة تو نروحوا للمرحلة الثالثة. بعد ما طاب معايا الدجاج حطيته في صحن ودرت 3 حبات فرماج. فرماج هذا تاع مثلثات. اذا عندك الفرماج هذاك تاع الطلي، ديري واحد 2 مغارف كبار، ودرت عليه نصف كأس من كريم فريش. الكريم فريش هذه وانا ندير له واحد القوام رائع جدا، وتخليه يعني ما تجيش ياك الطاجين ناشف، يجيك طري طري من الداخل طري. يعني بهاك الكريم فريش درت نصف كأس. وكذلك راح نقول لكم رحت كنت قطعت البطاطا، يعني هزيت كميه مليحه من البطاطا وقطعتها دوائر وقليتها. شوفوا دوائر عادي جدا وقليتها. الدوائر ما تكونش رقيقه ياسر وما تكونش خشينه، تكون عادي مويا. قطعتها وملحتها وقليتها. عندي كميه من الزيتون الاخضر المقطع كما شوف فيه. عندي فرماج الساندويتش، وعندي 4 حبات من البيض تكون كبيرة الحجم. إذا عندك صغار ديري 5 حبات باش يجينا هذا الطاجين مشبع على الآخر. راح نهز المول تاعي. هذا المول أنا درته 20 على 20. درت فيه فرشت فيه هذيك حبات البطاطا من تحت. فرشت كامل هذيك حبات البطاطا. شوف حباتك هاك الحبات الكبيرة خليتها في الوجه، والصغار والعادي كل حطيتهم لتحت. شوفوا هكا نفرشهم كامل في المول تاعي. بالنسبة للبيض كنت حطيت في صحن هكا 4 حبات تاع البيض، درت لهم قليل فقط من الملح باش نضربوا حسابنا باللي راهو درنا الفرماج والبطاطا تاعنا راهي مملحة. عندنا الزيتون، عندنا قداش حاجة فيها الملح، ما نديروا رشة قليلة فقط من الملح. ونهز هذاك البيض ونصبه على، شوفوا ما نصبوش الكل، نصبوا كميه فقط كما راكم تشوفوا فيا. اكيد نصبوا كميه باش هذاك البطاطا والبيض يشكلوا لي طبقه من تحت. وراح ندير رشه قليله من الفلفل الاسود كما قادرين ديروها في البيض، هاك الرشه قليله تاع الفلفل الاسود. وراح نهز هني هذا الفرماج ونديره كامل على هذيك البطاطا، يعني نفرش حبات من الفرماج على البطاطا حتى يسكر معايا المول. شوفوا بهذه الطريقة راح نفرشه كامل. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الطريقة سهلة وموضحة. وراح ندير كمية من الزيتون. بالنسبة كذلك للزيتون الأخضر قادرة تخلطيه في هذيك الحشوة تاع الدجاج. أنا حبيت نديرها هكا باش يبقى لي يعني باين. وهني بالنسبة للحشوة راح نضيف نصف كمية الحشوة، يعني نصف نديره هنايا ونصف نديره كذلك في الطبقة الثانية. شوفوا هذا النصف نتاعها. راح نفرشه كامل على هذاك الفرماج والبطاطا. بالنسبة للحشوة يعني يكوني كريمة شوي في الحشوة، ما تديريش شوية وتقولي الطاجين جا صامت. يعني ديري كمية تكون معتبرة، حتى نصف صدر دجاج تكفي بالغرض.
نصف أو صدر. راح نضيف تو الطبقة الثانية من البطاطا. راح نستعمل نفس الطريقة الأولى استعملتها، بطاطا، بيض، فرماج، زيتون، وبعدين الحشوة الثانية. تابعوا معايا هذه اللقطات راح تفهموا أكثر. لا مانيش كعرفني نبدا نطبخ، كعرفني انه مهرس زعما انا جيت بزيد. بالنسبة لنا تو الطبقة الأخيرة راح نضيف كمية البطاطا المتبقية، راح نفرشها كامل بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا فيها. وراح نضيف كمية البيض كذلك المتبقية عندي، راح نفرشها يعني الكمية تاع البيض نخلي بزيادة للفوق. شوفوا بهذه الطريقة راح نفرشهم كامل ونفرق عليها البيض. اكيد يعني الفيديو كان موضح اكثر وشفتوا الطريقة كيفاش. راح نحطها الفور مسخن يعني على 200 درجة، كلش طيب عندي، فقط ينشف عندي هذاك البيض ونخرجها. هني راح ندير رشة من الجلجلان الأسود أو السانوج أو الكمون الأسود، عفوا مش الجلجلان، هذا كمون أسود أو السانوج. راح يعطيه واحد الذوق مميز على الآخر، راح تستغربوه أكيد لكن جربوه أكيد راح يعجبكم. راح نحطها ونخليه حتى ينشف معايا هذاك البيض ونخرجوه ونشوفوه. هني بعد ما طاب معنا وكما راكم تشوفوه جاي محمر وجاي روعة 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 روعة، يعني قد ما نقول لكم راهو روعة وشوية. راح نقطع لكم منه قطعة وتشوفوه معنا ونشوفوه مع بعضنا. راح نحطها في صحن التقديم وتشوفوها، تشوفوا شكلها من الداخل كيفاش عامل، تجي طبقات وتجي هذيك الحشوة كيفاش تجي طرية ومشربة. راح تشوفوها، شوفوا الشكل تاعها من الداخل، هذا الشكل نتاعها، شوفوا كي جات طرية الاخر. وهك ما تستغربوش لقطة السانوج جات روعة روعة روعة، تعطي واحد المذاق مميز. هذا الشكل تاعها من الداخل. تو وصلنا لنهاية الفيديو، ما بقى لي في الأخير غير نقول لكم سلام وشهية طيبة، وما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة. سلام.